ایوار باش تماشاوانین هیجا ایوار و حمیا بخیر و خوشیبه به هیوی ما کوندنا بخیر و خوشیه دبن هرتم شاد و بختوار بن هیویا ما او بو کومد سری ساعت دا کو پروگرام اخوه ما به میوان خورا تکل داری که لی مخابن میوان مهنکی بدرنگی که لو ماجی ام مشهور مان کو حیا میوان ما آمده و حاضر ببه به هیویا وکن کو پروگرام که باش ام به دورا بقدینن و ما مست دکتور کەمال لبوانی بێ سەرروکێ پەیمانگەها دیمەشقەیە خوندن و لیکولینان بە بەلێ ئەزێ میوان یەکسەر بدەم ناسکردی ناژی بینم سەر ئەکرانێت تا ئەم بقارم پروگراما خۆ بەڕێگێکی زندیژی بە هەفتوورە بدن پێش. من رحب فيك أستاذ كمال اللبواني، فرحبت باللغة الكردية، وكونك ما بتعرف باللغة الكردية اعتذرت لبعض الدقائق اللي فاتونا واللي راحوا من وقتنا، فبنعتذر مرة ثانية ونرحب بك ضيف عزيز على شاشة روشن تي في. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أنا تحية لك ولكل المشاهدين. أنا آسف ما بعرف كردي، بس يعني كان يجب أن نتعلم قليلا يعني. نعم تفضل. الله يديمك. مساء الخير، مساء الحوار، مساء الإنسان والحريات، مساء الوطن، مساء الأزدية، مساء الثقافة المشتركة والجغرافيا والتاريخ المشترك. أهلا بمشاهدينا الأعزاء. اليوم نتشرف من على شاشتنا روشن تي في بضيف سوري عزيز، بضيف مثقف له باع طويل في مقارعة النظام الدكتاتوري القابع في دمشق منذ منتصف القرن الماضي. اليوم نستضيف الدكتور الأستاذ كمال اللبواني، السياسي السوري المعارض ومدير مركز دمشق للدراسات والبحوث. فلطالما الوطن يجمعنا، فالاختلاف في الرؤية والمعالجة سيكونان عامل جذب وتقارب بين الأفكار المختلفة والمتصارعة ولربما المتناقضة أيضا وأحيانا وفي بعض جوانبها. فأهلا بكم أستاذ كمال اللبواني على شاشة روشن تي في وبين جمهور مختلف في الرؤى والتنظير. أهلا بك بين أخوتك من الكرد، أخوتك في الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك. فسوريا تتكلم العربية والكردية والسريانية والأشورية، فهي علوية سنية إيزيدية درزية مسيحية يهودية. فسوريا هي لكل السوريين، شاء من شاء وأبى من أبى. والثورة السورية المباركة أثبتت للجميع مدى سذاجة وهشاشة العقل والفكر السياسي السوري النمطي في قيادته للتاريخ وثقافة هذا الوطن الملون والجميل. قسم وطني كردستان مثلما قسمت الأرض العربية إلى أقطار ودويلات وإمارات ومشيخات. اليوم وبحكم الجغرافيا السياسية والمشتركة بيننا نحن كسوريين، نحن محكومون في البحث عن المشتركات في بناء وطن جامع وشامل وحاضن لكل الأطياف والألوان والأعراق ومتساوون في الحقوق والواجبات. الأستاذ كمال اللبواني، بنرحب فيه مرة ثانية ونعطيك كلمة الترحيب بالشاشة، بشاشة روشن تي في، وبهذا الجمهور الكردي مثل ما قلت لك المختلف في الرؤى والتنظير والممارسة. تفضل. تحية للجميع. يعني أنا بقول إنه النظام ليس فقط القابع في دمشق، في نظام فايت بعقولنا نحن كلياتنا، يعني نظام ينتج الشمولية وينتج العنصرية وينتج التعصب والشوفينية وانتهاك حقوق الإنسان والتخلف، يعني عندنا مشاكل هائلة انفجرت كلياتها سوا. لكن أنا بعتقد أنه يعني حان الوقت بعد كل هذا الدمار لكي نعيد إنتاج أنفسنا بما يتناسب مع قيم العصر ومع الحاجات والأساسية اللي اليوم العالم يسير نحو الانتماج ونحن عم نتقسم ونتقاتل. يعني يجب البحث عن صيغ العيش المشترك على مستوى إقليمي على الأقل، يعني ليس فقط في سوريا، لأنه ما في مشكلة تنحل بسوريا لحالها، وشفتوا المشكلة بسوريا كيف تداخلت فيها الدول، وبالتالي كل منطقة الشرق الأوسط يجب أن يعاد بناءها كلياتها. لكن لتكن سوريا هي البداية، والنموذج الذي ستحل فيه المشكلة السورية سيكون نموذج يحل فيه الوضع بالعراق، بإيران، بتركيا، بكل المنطقة. وبالتالي
نحن معنيين في البحث الجاد عن صيغ جامعة، عن صيغ تحترم الإنسان، عن صيغ تهيئ الحضارة، عن صيغ يعني نمط تفكير ونمط انتماء سياسي مختلف. يعني باعتقد انه سوريا دائما كانت مفاعل ثقافي مهم، كونها ملتقى قارات وكونها ملتقى ثقافات وحضارات كثيرة. فباعتقد هذا واجبنا التاريخي كمنطقة يعني مضطردة، مثل ما بيقولوا. اوكي، فأنا لنرجع الى بعض البدايات. استاذ كمال، الاستاذ كمال لبواني دخل السجن وعاش مع الجدران وتعايش مع السجان وتعرف على الادوات الروحيه والمعرفيه وسلوكيات الدكتاتوريات في سجون النظام السوري المتراميه الكبيره والكثيره. كشاهد على ثقافه السجن والرعب وممارساتها، كيف تصف لنا سماكه هذه الثقافه وتاثيرها المباشر على نشاطك السياسي والمعارضي؟ يعني نحن جينا على السياسة من باب الثقافة، نحن كان وضعنا الاجتماعي مقبول، يعني أنا طبيب ودخلي منيح وعايش يعني ببيئة جيدة لكن المشكلة كنت شوف إنه في مظاهر اجتماعية خطيرة جدا ستؤدي إلى انفجار البلد. فكان يجب أن ندخل لباب السياسة من باب الثقافة، من باب المعرفة، من باب الأخير. وكنا حاولنا ننصح النظام إنه يعمل إصلاحات، لكن للأسف كان يرد بالعصا. فاعتقلني أول مرة وثاني مرة، يعني 10 سنين تقريبا سجن في سجون. لكن يعني فالسجون خاصة الانفرادي بيخليك تراجع نفسك. والتجربة القاسية اللي عشناها مع هذا العقل الشمولي خلتنا نفكر بطريقة تانية يعني فعلا. فطلعنا على الثورة، طلعت الثورة بشكل مفاجئ، يعني نحن يعني ما كنا متوقعينها، يعني مثل ما بتعرف الربيع العربي كله كان اكتشفنا انه المجتمع نفسه يحمل ثقافة شمولية وثقافة مستبدة. الوحشية موجودة، القسوة موجودة، التعصب موجود، وبالتالي ما أنتجته المعارضة السورية لا يختلف كثيرا عن شكل النظام. يعني لهالسبب أنا كمان هل نستطيع أن نقول بأن وعبر هذه الممارسات من الرعب عبر كل هذه السنين، نصف قرن من الرعب والديكتاتورية والظلم والقهر والسجون والمعتقلات يعني إزالة مدن بأكملها من الوجود، يعني هذه الثقافة المرعبة اللي أنتجها هذا النظام، ألا نستطيع أن نقول بأن في بعض مفاصلها قد يعني طوت وانعكست على حالة المعارضة أيضا؟ يعني أو أكثر المعارضين نراهم عندما يطرحون المشاريع الفكرية أو الثقافية يعتمدون في بعض الأعمدة على أعمدة التفرد وسيطرة الرأي وإقامة الرأي بالعنف أو بالضغط. يعني أحيانا نرى في بعض أطراف المعارضة أيضا يعني هناك ثقافة متشعبة منعكسة للفعل الدكتاتوري الذي عشنا معه. يعني الحقيقة المجتمع السوري أرقى مما ظهر في الواقع. يعني مثلا داعش لم تنتج من داخل المجتمع السوري، النصرة التطرف هذا ما نتج من داخل المجتمع السوري. والتعذيب في السجون أيضا ما كان هو يعني ناتج عن المجتمع السوري، كان ناتج عن أنظمة استوردناها نحن من الغرب. استوردنا النظام الستاليني والنظام الهتلري والأفكار المتعصبة. وهذا هو مشكلة كانت. يعني نحن قسم كبير من الهمجية اجانا من برا، اجانا من الغرب، من روسيا ومن اوروبا. قسم كبير، حتى النظرية القومية العنصرية هيدي الشوفينية اجتنا منهم. يعني نحن بنهاية واردة علينا، نحن ثقافتنا التقليدية عايشين سوا زمان من زمان يعني، وما في هذا الموضوع، ما كان موجود. يعني الكردي والعربي ولا التركي ولا آخره عشنا قرون طويلة يعني، ما كان في عنا. وحتى هذه الهمجية ما كنا نشوفها. لكن اليوم فظيع، يعني في تحديث خطير للعقل، إن كان في مستوى السياسي وإن كان في مستوى الديني. يعني اليوم عم نشوف أشكال من الإسلام السياسي ما شفناها من أيام الخوارج. ليش هي نشأت؟ لأنه صار في صرف أموال وشغل أعمال، دول تدخلت لإنضاج هذا النوع من الفكر ومن المنظمات، وبالتالي هن ساهموا كثير. دول الجوار ساهموا كثير في رفع مستوى الوحشية في الصراع داخل سوريا. لو ما تدخلوا دول الجوار وما اجى المال بطريقة مفسدة ما كان وصلنا لهذا الحضيض.
نعم، شوفتوا أنتم رح تدخل نعود إيران، تدخل تركيا، للعنصرية. كمال. اوكي استاذ كمال اللبواني، بعد خروجكم من السجن اعتليتم منصات المعارضه، وكانت عن طريق التجمعات والمنتديات في بدايه الامر، مع طرح للافكار وفضاءات ومبادئ ونظريات للتغيير والاصلاح المتدرج. وهذه النشاطات ادت واسست مع رجالات اخرين لحاله معارضه سوريه سلميه وديمقراطيه، وقمتم ايضا برسم سقف معين من المناورات السياسيه والعمل النضالي والعمل المعارضي والمطالب والحركات المجتمعية والسياسية. لماذا فشلت الليبرالية السورية في قيادتها للديناميات المجتمعية السورية الفكرية السياسية والثقافية في سوريا؟ يعني الليبرالية ما استطاعت أن تقود هذه الحركات الثورية اللي قام فيها الثورة السورية. ليش الليبرالية السورية ما كانت مؤهلة لقيادة هذه الحركات؟ أهم سبب هو عدم وجود صلة بيننا وبين الجماهير، ما في منابر إعلامية، كنا نحن بواد والناس بواد تاني، المجتمع كله عم يسير نحو الجهل والتخلف والتعصب، ونحن عايشين بشيء يعني مثل قوقعة ثقافية، وما كانوا يخلونا نتحرك يعني مثلا اجتماع مثل هيدي مثلا اللي بنعمله على الزوم اليوم، عملناه بمنتدى رياض سيف، منتدى الحوار الوطني، كنا كرد وعرب وكلياتنا، كلفنا 5 سنين سجن. فاليوم في ادوات جديده لتوصل للناس، بالسابق ما كان في ادوات هيك، يعني كان بدنا نوزع المنشور، نوزع لنا 100 منشور نكتبهم بايدنا لحتى نوصل راينا ل 200 شخص. يعني هذه وسائل الاتصال، النخبه الثقافيه مع المجتمع ما كانت متوفره، وبالتالي نحن كنا بواد والمجتمع بواد. وقت انفجرت الثوره نحن ما سمحوا لنا نحن نمسك الامور ونقودها. ليش؟ لانه المال الخليجي اللي اجى وتدخلات الدول اقصتنا كلياتنا، ودعمت الاطراف المتعصبه السلفيه والى اخره لكي تمنع الديمقراطيه من القدوم الى اسيا، الى المنطقه الاسيويه العربيه. الدول العربيه كلها ودول الجوار وتركيا وكلهم تآمروا على الشعب السوري، على ثوره الشعب السوري، وحرموه من قيادته الحقيقيه، وحرموه من تحقيق اهدافه، وحاولوا يلبسوه طربوش التطرف وطربوش التعصب والى اخره، واثاروا ودعموا النظام بنفس الوقت. فكان في نحن تعرضنا فعلا لعمليه حرف لهذه الثوره مقصوده بالمال وبالدعم. وللاسف اداره اوباما قررت الاداره من الخلف، يعني تركت للدول الجوار ان هي تتدخل كما تشاء كما تشاء. هذه مشكله كبيره عانينا منها، وانا حكيتها بشكل واضح وصريح مع الاداره الامريكيه. انتم سبب هزيمه الحريه في سوريا، وانتم سبب هذا الدمار عندما سمحتوا لدول لا تختلف عن النظام السوري في ان تقود، في ان تتدخل في سوريا بهذه الطريقه. نعم، فبقاء الاسد الى اليوم موجود في السلطه بسبب دول الجوار وبسبب ما يدعون انهم اصدقاء سوريا. تماما. بعد يعني الفشل الكبير من هذه الحالات والتأطيرات والمنتديات في الداخل السوري استاذ كمال، ونتيجة المواجهات الصارمة والتعامل القاسي من قبل النظام البعثي وأدواته القمعية تجاه كل حالة معارضة أو مختلفة معه، جاءت الثورة السورية كما قلت وكالنار في الهشيم، ليرى الأستاذ كمال لبواني نفسه إلى جانب مثل ما قلنا رجالات أساسة في سوريا، فترك التفكير والعمل في الطابق العلوي للليبرالية الثقافية في قيادة المجتمع مع الأكاديميين والفنانين والمحامين والمثقفين مفكرين سياسيين، واقترب كمال اللبواني من الثورة ومن الشارع السوري وجاء إلى الشارع واعتلى ودخل منصات المعارضة السوري كغيره من المعارضين، ودخل في كتل وأجسام المعارضة السورية، إلى أن تحولت رويدا إلى حالة سورية شاملة وجامعة وسميت بالمعارضة السورية. شارع يريد التغيير الشامل وإسقاط النظام بكل رموزه السياسية والمجتمعية. لماذا ترك الأستاذ كمال اللبواني كل ما بناه من استراتيجيات وعلاقات كبيرة ومميزة مع الليبرالية الأوروبية والغربية عند زياراتكم إلى الغرب والتقائكم ومقابلاتكم مع المسؤولين في الغرب وفي الإدارة الأمريكية، وتحولت إلى الطرف الثوري والعنفي للمعادلة وانضميت للثورة؟ ما الذي جرى؟ وهل للخلفية الفكرية اليسارية عند كمال لبواني تأثير ما على هذا التحول، تحولك من العلاقات المتينة واتصالاتك مع الغرب والليبرالية الغربية إلى
قيادة الشارع من وسطه الشعبوي الذي لا نعرف ما مدى تأثيره أو ما مدى تحركه في المستقبل. تفضل. يعني أنا ما فيني يكون بديل عن الشارع، أنا بدي أنزل لعند الشارع وحاول أمشي معه في الطريق الصحيح. وقت الشعب نزل مظاهرات بالملايين، فكان يعني معيب إن نحن نتركه لوحده، لازم نمد إيدنا له ونحاول نشده للطريق الصحيح. المشكلة اللي وقعنا فيها إنه نحن حاولنا ناخده للطريق الصحيح، لكن اكتشفنا إنه مؤسسات المعارضة نحن بدنا نسقط النظام، النظام احتل مؤسساتنا، فبنيت مؤسسات المعارضة على نفس طريقة النظام. لا السبب استقلت، يعني أنا بعد سنة ونص سنتين كنت مستقيل، لأنه شعرت إنه نحن عم نبني نظام آخر مشابه. انا حاولت، ومن واجبي من واجب اي سياسي وقت بشوف الناس نزلوا للشارع انه ينزل معهم، لانه انت هدول مصدرك، هدول اهلك، ما بصير تتركهم في هكذا ظرف تقول لهم هيك غلط وهيك صح. بدك تمد ايدك لايده، هو غرقان بالبير تحت، ما بتقول له اطلع، ما بيطلع، بدك انت تمسكه، بدك تنزل لعنده تمسكه تطالعه. وبالتالي لا يكفي كان نصدر بيانات ونحكي وننظر، كان يجب ان ننزل الى الشارع ونحاول ننخرط معهم على امل انه نصوب المسار. لكن فشلنا بسبب اساسي، مو لانه الشارع ما بده ايانا، كنا نؤمر وكان الناس تطيع، لكن المشكله انه الدول دفعت بالمال السياسي لكي يحولوا الثوره الى مرتزقه، وهذا اللي صار. وبعدين جابوا الاسلاميين وعطوهم المال وقالوا له روحوا فوتوا اشتروا ولاءات بالمال. للأسف. للأسف. والمشكله الاساسيه هي كانت الدعم الخليجي السلفي للاخوان وغيرهم. نعم. تمام. لنتحول إلى جبهة المعارضة أستاذ كمال. فور أن اندلعت الثورة السورية صادرت المعارضة الإسلامية القرار الثوري من أيدي الثوار في الشارع السوري الكبير والعريض كما تفضلت، وتحولت في الأخير إلى معارضة مسلحة وكيانات مختلفة ومتضاربة ومتعارضة ومتناقضة فيما بينها في التعامل وفي المشاريع السياسية في الشكل والمضمون وفي معالجاتها وقياداتها لمطالب الشارع الثوري في سوريا في الحرية والكرامة. وبفعل الأجندات المضادة كما تفضلت والمال السياسي القادم من وراء الحدود والفساد والمشاريع اللاوطنية، تحولت هذه المعارضات السورية إلى دمى تحركها الدول الإقليمية وإلى كيانات فاسدة وبيروقراطية ومرتهنة القرارات والأجندات. فكيف سلمت المعارضة قرارها السياسي للخارج وأنت شاهد على هذه المفاصل؟ يعني ما كان في مجال ابدا، يعني انا كنت على خلاف شديد مع دول اصدقاء سوريا انه هذا ما بصير، هذه الطريقه اللي عم تشتغلوا فيها انتم عم تدمروا بلدنا. لكن يبدو انه كان هن في عندهم نيه انه يستخدموا سوريا كساحه استنزاف. يعني تتذكر السعوديه كان عندها الوف المعتقلين المتطرفين، اطلقت سراحهم ودفعتهم باتجاه سوريا، فكل واحد عنده زباله صار يزت علينا. من دول أوروبية كمان بعثوا ناس، من دول تانية بعثوا ناس، ميليشيات الإيرانية سمحوا لها تفوت. كل هذا الطريق كان في قرار على ما يبدو دولي في استخدام سوريا محرقة لقوى التطرف والإرهاب، وبنفس الوقت محرقة للشعب السوري. نحن دفعنا ثمن هذه السياسة. بعتقد أنه إدارة أوباما كانت وراءها خفية، يعني هي كانت تريد ذلك وسكتت عنه، رغم اني انا كنت واضح وصريح معهم وارسلت رسائل للكونغرس وللرئاسه واجتمعت مع ماكين ومع الناس وحكينا، لكن لم يسمعوا. للاسف الاوروبيين كانوا شركاء في هذه الجريمه، شركاء بهذه الجريمه، وانا مستعد يعني واجههم وجها لوجه. هن كانوا شايفين وكانوا عرفانين. انا يعني هذا بخليني اشعر بالحسره، يعني انه هن لم يكونوا صادقين في دعم الديمقراطيه في سوريا ابدا. يعني هل ما زلت انت على قناعات او على اتصالات بهذه القوى اللي انت هلا عم تنقدها، يعني خاصه الاوروبيه، وعم تنقدهم وعم تقول لهم انه انتم السبب والى اخره؟ ما رد فعلهم؟ يعني هن ام كان هناك مخطط دولي لتنفيذ هذه الاجندات؟ هلا انا على اتصال دائم وما قطعت يعني الى الان، لكن هلا بلشت اسمع صوت انه نحن غلطنا ونحن يعني حان الوقت لكي يعني نتصرف بطريقه ثانيه. يعني ان كانوا حاطين 10 سنين، خلصت ال10 سنين فتغير رايهم.
هلأ في فرصة بإدارة بايدن الجديدة، في فرصة إنه نحن ننقذ سوريا أو نفتحها نحطها على طريق السلام. ان شاء الله. يعني باعتقد يجب أن نتعاون جميعًا من أجل ذلك لخير أولادنا ومستقبلنا. في النهاية نحن محكومين بالعيش المشترك، عرفت كيف؟ اكيد. ما في مجال أبدًا إلا إنه ندوّر على الشيء المشترك ونبني عليه، وخطوة، خطوة مو كل المشاكل رح تنحل دفعة واحدة. لكن يعني بنروح حول تصدر جماعة الإخوان المسلمين المشهد أستاذ كمال، ما فينا نقول أنه ما نشاهده اليوم هو نتيجة طبيعية لتوزيع الأدوار بين جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي العالمي، وبمرافقة الضلع الآخر من المعادلة وهي المخابرات البعثية السورية تحديدا، حيث قامت يعني بإطلاق سراح كل الإرهابيين والراديكاليين، مثل ما تفضلت أنه السعودية أيضا قامت، وكل الدول الأخرى يعني حتى تركيا وفي العراق في الأردن وفي كل الدول المحيطة يعني، وساندوا ودعموا بالمال وبالبشر والسلاح، ووفروا ظروف ليقودوا المظاهرات والحراكات والتنسيقيات في الشارع السوري. ما الدور الاستراتيجي والرئيسي للإخوان في تصدر المشهد السياسي ودفع هذا المشهد والشارع السوري إلى أسلمة الثورة وعسكرة الثورة؟ يعني من يوم اللي طلع الاستعمار من البلدان العربية قسم الحياة السياسية لقسمين: مستبد عسكري متطرف ومعارضة إسلامية متطرفة. وبتلاحظ هذا النموذج موجود حتى بالفلسطيني، يعني حماس وفتح، يعني نفس العقل ونفس العقلية كانوا عم يشتغلوا عليها. ووقت القام الربيع العربي دعموا الأنظمة من تال ودعموا التطرف الإسلامي من تال لحتى يروح الشعب بين الطرفين. فهي سياسة لاستيعاب الربيع العربي، بعتقد سياسة استعمارية. يعني هذا هو المشكلة. ليش أنا عم دور على أخي الكردي وأخي التركماني وأخي الثاني لحتى نوقف مع بعضنا؟ لأنه هي الدول الغربية ما بدها تساعدنا لحتى نطلع للأسف. نحن إذا ما نحن تعاوننا مع بعضنا هن سيستثمروا صراعاتنا ليستمروا مهيمنين على ثروات المنطقة ويمنعونا من أن نكون منافس اقتصادي لهم. هي مشكلة كبيرة أنا بقولها بوجهن. يعني أنتم تتصرفوا بطريقة استعمارية إلى الآن، وأنتم ما بتشوفوا فينا واحد صديق وواحد عدو، أنتم بتشوفونا أعداء كلياتنا وما بدكم يعني نتطور ونتقدم. رغم كل الكلام الجميل اللي بتحكوه عن حقوق الإنسان، لكن حقوق الإنسان ليست بند في السياسات الخارجية. السياسات الخارجية البند الأساسي فيها مصالح الشركات. عم تحكي لهم يعني مع مراكز القرار أم مع أناس، أم مراكز استراتيجيات، أم مجرد مع أناس محللين سياسيين؟ هلا هذا الحكي بيصير على كل المستويات، يعني إن كان مراكز أبحاث وإن كان شارع وإن كان إعلام وإن كان سياسيين. وأنا صريح مع الجميع، يعني أنا صديق الجميع. ما بحكي، أنا بحكي كإنسان يعني بحب الإنسان أولا يعني، وبحب أي واحد من الإنسان، بحب بني البشر، بحبه لهذا الإنسان مين ما وهن هو. وهن بحبوك وبحبونا عجب. لا ما بيحبونا حب، لكن هن بالجانب الإنساني فيك تتلاقى معهم، بس تفوت على المصالح والسياسات تختلف. لهالسبب هن عندهم صراع ونحن عندنا صراع في شيء مشترك اللي هو الإنساني والأخلاقي والقيمي، وفي شيء مختلف عليه اللي هو المصالح السياسية للدول. بالضبط. نعم طيب، بدنا نفهمها أستاذ، هيك. بعد كل هالفشل الذريع اللي صاب، وخاصة بعد استئجار وارتهان القرار السوري الوطني والثوري للخارج وللدول الإقليمية، والمعارضة فشلت فشل ذريع في إدارة الأزمة يعني، اللي بتعصف بكل جنباتها ومؤسساتها السياسية والمالية والعسكرية والأخلاقية حتى. هناك مشاريع بديلة الآن، كما نسمع يعني من بعض الجهات الإعلامية والسياسية، هناك مشاريع سياسية جديدة تلوح في الأفق، بتقول قد تكون هذه المشاريع بديلة عن كل هالفتاتات التي تدعي التمثيل المعارضي للشارع السوري. هل لكم قراءة، هل لكم علم بما يترشح من معلومات وتكهنات حول هذه المشاريع القادمة؟ يعني لنكون صريحين، المنطقة، القرار الإقليمي في المنطقة يعني بالدول المحيطة بإسرائيل هو يخضع لموافقة إسرائيل. إذا لم تتغير الاستراتيجية الإسرائيلية ما في تغيير. اللي صار إنه الإسرائيليين بدأوا يغيروا استراتيجيتهم من استراتيجية بن غوريون التي تقول يجب إضعاف دول الجوار وتقوية أعداء عليها، إلى استراتيجية أخرى أنه اللي قويناهم صاروا أكبر من اللازم وصاروا هن الخطر الأساسي، يعني الطوق الثاني، يعني إيران وتركيا وإلى آخره صاروا هن الخطر الأساسي علينا، ولم تعد سوريا ومصر والعراق ولبنان.
لهالسبب يعني واقتنعوا هن بعد الربيع العربي إنه النظام الاستبدادي لا يمكن أن يعيش، يعني تجيبوا ديكتاتور وتحكموا البلد من خلاله هذا انتهى، فبدهم يبحثوا عن أشكال جديدة، لهالسبب صار لهم مصلحة بإضعاف الدول الطوق الثاني وتقوية الشعوب. لهون تقاطعت المصالح، إنه ممكن نحن صار في فرصة لإنتاج حالة ما من الديمقراطية في دول الجوار، هيدي الفرصة يجب أن نستفيد منها. لكن نحن أضعف من أن نكون يعني نوازن القوى الدولية الهائلة اللي انحطت نفوذها علينا في هذه المنطقة. بدون ما نتعاون نحن كأخوة ما ممكن نحصل على هامش من الاستقلال وهامش من الحرية وهامش من التقدم. لا تصدق انه الغرب بده ايانا نتقدم وبده ايانا نكون احرار، هذا مو صحيح. هو بده ايانا نكون اسواق، بده ايانا نكون عمال، بده ايانا نكون، هاي مصالح الدول هيك. لكن هلا في فرصة حقيقية، في فرصة حقيقية والإسرائيلي موافق والأمريكي إلى حد ما موافق، الأوروبي إلى حد ما بيسمع، الروسي بلش يسمع. يعني في فرصة حقيقية لنخلق مشروع يعني وطني يعني جديد. يعني نفهم من حكيك استاذ كمال انه اسرائيل لحد هلا ما كانت موافقه على هالتغيير اللي راح يصير بسوريا، يعني الا بعد هي يعني بعد نطاح الكباش القاتله بين بعضهم في على الارض السوريه. هي إسرائيل بالبداية أخذت موقف المتفرج السعيد، المتفرج السعيد. الجيش السوري عم يضرب الشعب السوري، الشعب السوري عم يدمر بعضه، حزب الله عم يتقاتل هو والقاعدة، كانت متفرجة بسرور يعني. لكن بعد فترة اكتشفت انه الذي استنزف ليس قوى التطرف، استنزف القوى المعتدلة، واصبحت المنطقة غابة من الوحشية، ستنعكس عليها بشكل او اخر. والتحالف الاخواني الايراني والتركي الايراني وصل لحدوده، وصارت هي محاصرة بهذا الحلف الإسلامي المتطرف. هذا خلاها بقى تصحى وخلاها تنتقل للخطة ب اللي هي انه لا، بدنا نقوي الليبراليين والديمقراطيين والى اخره، فصار عندنا فرصة نحن نرجع نبني وطننا بشكل اخر. اوكي استاذ كمال، تحولت المعارضه السوريه وبفضل الاجندات الغير وطنيه وبفضل الاختراقات الكبيره والكثيره من قبل النظام البعثي نفسه، وداخل هياكل المعارضة تحولت المعارضة إلى بوابة وإلى آلة تلتهم وتصادر كل مطالب السوريين في رحيل النظام وزمرته وحاشيته الدكتاتورية. واليوم وما تسمى بالمعارضة تركض وتلهس إلى تقاسم جثث السوريين مع النظام البعثي المجرم ومشاركته في الانتخابات. فكيف سيقبل الشارع السوري الذي خرج من أجل كرامته وحريته بإطفاء الشرعية للنظام من قبل هذه المعارضة السورية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، بعد أن روضت المنصات السورية الأخرى من هيئة التنسيق ومنصة موسكو ومنصة القاهرة وغيرها؟ يعني اليوم عم نشوف أن المعارضة عم تتجه إلى إنتاج سياسة جديدة ما بالتشارك مع هذا النظام الدكتاتوري. معناتها يا هل ترى عجب الشارع السوري عم يراقب؟ في تخوف كبير بالشارع السوري أنه هناك محاولات دولية وإقليمية لإنتاج النظام السوري ولكن بأشكال وأطر أخرى. يعني أنا وقت اللي شفت إنه الأمور ماشية باتجاه إنه يعني النظام انتصر عسكريا، يعني عملوا مسار جنيف لكسب الوقت حتى يحقق انتصاره العسكري، وبالتالي ما سمحوا لنا نحن نكون بمسار جنيف ولا شيء، ولا حطوا شروط ولا محددات. وشفت أنت 7 سنين لم ينتج شيء. كان النظام خلالها استطاع أن يحقق نصر عسكري كامل، والآن ما في ولا شبر محرر بسوريا. لهالسبب هن هلا صار النظام بده يستعيد شرعيته، ما حدا بيعطيه الشرعيه غير تنازل المعارضه عن حقوق الضحايا. فكانت عملاء النظام داخل هذه المعارضه، انت بتعرف وقت كنا بسوريا كان من كل اربع معارض، من كل 5 معارضين 4 تابعين للامن. عرفت كيف؟ يعني الامن ما كان نايم، الامن ما كان زارع ناس كثير. اليوم استخدمهم في قيادة المعارضة، يعني باللجنة الدستورية له فيها 70% 75%، بالمعارضة له 50%، وبالتالي هو يقود المعارضة ويقود النظام نفسه. يعني وبالتالي وقت اللي قامت هيدي الناس بدها تعطيه شرعية للأسد من خلال المشاركة بالانتخابات والعدالة التصالحية، فاجت الظرف أنا انتفضت فيه. الظرف اللي انتفضت فيه فرجيتهم جرائمهم، فأنا كان سلاحي الأساسي هو جرائم النظام، لأنه النظام اللي انتصر عسكريا يسقط بجرائمه، لأنه بشو انتصر؟ هو انتصر بالجريمة.
جريمة. وبالتالي أنا وقت اللي بواجهه بجريمته ما عاد في المجتمع الدولي يقول لأ، فأنا انتفضت هون إنه لأ وقفوا، لا معارضة ولا نظام، أنتم وجهين لعملة واحدة، في ضحايا، في ملايين الضحايا، في دماء، في جرائم ضد الإنسانية، في جرائم تهجير، في جرائم قتل، في إلى آخره. وقفوا وين رايحين؟ إذا اتفقوا هدول المجرمين ماذا ستكون شكل سوريا القادم؟ يعني تخيل اليوم المعارضة الفاسدة المجرمة المتطرفة التفقت مع النظام المجرم المتطرف، شو بيطلع سوريا؟ وبالتالي لا، قلت من يكتب دستور سوريا هو أبناء الشهداء الضحايا اللي قاعدين بالخيام، الأطفال والنساء والأيتام. سوريا لم تدفع هذا الدم لكي يحكمها مجرم وفاسد وإرهابي وإلى آخره. وبالتالي هون الانتفاضة كانت قوية وكان لها صدى في الشارع، ورح يكون لها صدى في الشارع الأوروبي، وبدنا همتكم تساعدونا يعني. نعم. طيب اذا راقبنا الشارع السوري خاصه في الاسابيع والشهور الماضيه، وخاصه بعد هذا الفساد الهائل والتعاون اللامرئي بين المعارضه بين الاخوان المسلمين والنظام في انتاج لوحه سوريه ديكتاتوريه جديده، يعني الشارع السوري كانه عم بيقول انه ليعلم الجميع وليعلم العالم ولتعلم روسيا وايران وامريكا وتركيا واوروبا بان انتاج هذا النظام مجددا اصبح شيء من الماضي، لان هذا النظام يعيش وبكل ادواته وممارساته ومفاعيله السياسيه والانتاجيه صار جزء من الماضي ومن بقايا وعوالق القرن الفائت. يعني في عنصر مهم كتير انه الاوروبي او الامريكي او الى اخره سيستفيد من اعاده الاعمار، ورح يحاول يربط البلد اقتصاديا ويسيطر عليها من خلال الاقتصاد بعد ان وصلت الى حاله تحتاج الى استدانه 500 مليار دولار. وبالتالي هو لقى اداه سيطره جديده ولقى منافع جديده، فممكن هو يعني يتخلى عن اسلوب الدكتاتور الحاكم الى اسلوب الاقتصادي الحاكم، فممكن ينقلونا لمرحله جديده على امل انه يسيطروا علينا بطريقه جديده. لكن نحن وشطارتنا ونحن وذكائنا لهالسبب عم اقول لك في فرصه اليوم انه يغيروا ادوات السيطره او ادوات النفوذ. وبهذه الحاله نحن وشطارتنا بقى يا بنعمر بلادنا بالدين وبنرتهن للاجنبي، او بنعمرها بسواعد اولادنا. وبالتالي هذا فكر يساري، يعني انتبه. ان شاء الله. فنحن عندنا مشكله اجرام ومشكله استقلال، يعني كمان عندنا مشكله اقتصاد وعندنا مشكله طبقيه هائله. يعني بلى. كمان بدنا نشتغل، يعني في عمل هائل جدا. سوريا اليوم مش صفر، سوريا اليوم تحت الصفر بكثير، تحت بلى. الصفر بكثير. نعم. اوكي. طيب استاذ كمال، قبل يومين انهى بيدرسون جوله اخرى وباهته بين المعارضه وبين النظام السوري حول اللجنه الدستوريه، وانتهى الاجتماع الى اللا شيء. ما الغايه من هذه الاجتماعات الكومبارسيه التي لا تستطيع ايجاد مخرج واقعي لهذه الحرب المستعره في سوريا والتي قضت على كل شيء؟ هل فعلا أن الاطراف الدوليه لا تمتلك مفاتيح الحل للازمه السوريه، ام ان استمرار الصراع هو غائي ووظيفي بالدرجه الاولى لهذه الدول؟ وقت اللي حط اوباما بسنه 2012 سياسه سوريا 10 سنوات استنزاف، يعني ساحه استنزاف، كان يجب ان يغطي هذا الزمن بجهود كاذبه، بجهود كاذبه. صمموا مسار جنيف لكي لا ينتج شيء. مسار جنيف لا يمكن ان ينتج شيء بالاصل، لانه تشخيصهم للمشكله كان مو صحيح، انه صراع بين الطرفين، هو بين نظام مجرم وشعب. وبالتالي كل التشخيص مو صحيح. مين الطرفين؟ فيك تقول لي انه الطرف الثاني مين هو الطرف الثاني؟ بشار الاسد ولا العلويين ولا مين الطرف الثاني؟ من هو الطرف الثاني الذي لا يمكن ازاحته؟ هذا موظف والطبيعي انه يستقيل ويتجدد كل 4 سنين. ليش هذا بتعتبره طرف؟ هل السلطه طرف؟ تعتبر طرف السلطه بتستقيل من شان حادث قطار. فكيف بقضيه مثل هذه؟ فالحل كان واضح باقاله هذه السلطه، لكن بقاء هذه السلطه كان لتغطيه حرب طويله تتعرض. ويومتها استقال رئيس الاركان الامريكي وطالع بيان واضح انه انا ضميري لا يقبل ان تكون سوريا ساحه استنزاف ل10 سنوات. حكيت مع ماهوني وحكيت مع فورد، قال هذا عنيف. يعني بين هالصراع استاذ كمال، مو من حق الشارع السوري انه يطلب من الامم المتحده بغض النظر عن دور هاللاعبين الاساسيين، يعني سواء المعارضه او النظام السوري، انه الشارع السوري يطلب دور كبير للامم المتحده في الضغط على النظام للانخراط في العمليه الدستوريه على الاقل. يعني بعد هالفشل اللي صار خلال هاليومين اللي شفناه، انه عم نشوف وكأني فعلا في انتاج للنظام
النظام، لأن بيدرسون قال أنه هو راح يزور إيران وراح يزور تركيا وراح يزور روسيا ودمشق أيضا، يعني في عن جد حالة إنتاج لهالنظام. طبعا هلا هو بيدرسون متآمر مع النظام ومرتشي، وانا بتهمه بوجهه انه مرتشي، وحتى ضبوط، حتى محاضر الجلسات الكلام اللي ضد النظام بيشطبه، والكلام اللي مع النظام بيخليه، وهو يضلل مجلس الامن وخان وظيفته في اختيار ناس لا يمثلوا الشعب السوري. وين الكرد مكون اساسي بالشعب السوري مش ممثل بكل هذا الموضوع. فهذا مخالفات بالجمله تدينه هو كشخص، هو ودي مستوره قبله. هلا النتيجه اللي وصلنا لها نحن انه يجب ان نعود لمجلس الامن لتطبيق القرار 2254. ليش لازم نرجع له؟ لانه قرار بيقول سلطه حكم انتقالي، بعدين بصير في اطلاق سراح معتقلين، بعدين بصير في عوده لاجئين، بعدين بصير في حياه سياسيه تنتج دستور. ما معقول تنكتب دستور تكتب لنا يا روسيا. الشعب السوري هو بده يقرر، وبالتالي انتم عم تلغوا حق تقرير المصير اللي اعطانا اياه قرار الاستقلال. فانتم لغيتوا هذا الحق. الامم المتحده تخالف مبادئها. هلا في عندنا استحقاق مهم اللي هو المحاسبه على الكيماوي، القرار 2118 اللي بيقول انه سوريا اذا خالفت الاتفاق الكيماوي يجب ان توضع على البند السابع. هذا معه مهله لسه شهرين. هذا وقت اللي بدهم يرجعوا هن يعيدوا النظر، واللجنه قررت انه النظام خرق هذا القانون، فيجب ان يعاقب النظام، وبالتالي يجب ان يخلع الاسد. هون لازم يكون نحن مشروعنا جاهز في العوده الى القرار 2254 وفرض سلطه حكم انتقالي من مجلس عسكري من الضباط الوطنيين من كلا الطرفين. فنحن بنجيب عسكر مبدئيا. ليش؟ لانه السياسيين مختلفين وما رح يتفقوا ان كانوا عرب بالاعتماد على الفصل السابع، على الفصل السابع، واللي هن محتلين سوريا. يعني عمليا اليوم الناتو، يعني الناتو وروسيا محتلين سوريا كلها، وبيحسنوا يفرضوا القرار اللي بدهم اياه بسهوله. يعني بشار الاسد بياخذوا المخابرات الروسيه على حميميم وبيقلعوه، عرفت كيف؟ وبالتالي قادرين هن يجبروا تركيا ويجبروا الدول الثانيه انه تخضع. يعني بايدهم الموضوع ومعهم الشرعيه الدوليه الكافيه. لازم تمام. نتحرك في هذه الفتره، بهالفتره لازم نتحرك ونعلي صوت الشارع. على الطرف الاخر استاذ كمال، يعني بعد هذا الفشل الذريع والشامل للمعارضه وخاصه جماعه الاخوان مثل ما ذكرنا مرات، هناك اخبار عن تشكيل جسم عسكري سوري جديد بموافقه خليجيه ودوليه، يعني مثل ما ترشحت خلال النهارين اللي يعني شفناه، اجتنا كثير تقارير هيك وصلتنا، يعني انه هناك اخبار عن تشكيل جسم عسكري سوري جديد بموافقه خليجيه ودوليه، عمادها فصائل الجيش الحر والتي تعمل على الارض وايجاد فتاوى سياسيه وارسالها الى شرق الفرات للتشارك والاندماج مع الاداره الذاتيه عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وتشكيل منطقه محرره كليا من النظام السوري وبدعم غربي كامل. هل لكم معلومات عن هذا المنحى او عن هذه الاخبار؟ هذا الحكي انت واصلك بطريقه يعني مجمله كثير. اللي صاير حقيقه هو انه الاخوان المسلمين وهيئه حمايه المدنيين تريد شرعنه جبهه النصره، وتريد دمجها باسم مجلس عسكري لكي تسحب عنها صفه الارهاب، لانه جبهه النصره اليوم او هيئه تحرير الشام هي الاداه الفعليه لحزب الاخوان على الارض، وهي التي تنفذ المصالح الخليجيه والمصالح التركيه، ونفذت اتفاقات سوتشي. فحتى يشرعنوا جبهه النصره ويكرسوا انفصال اماره ادلب وما حولها، فهن عم يحاولوا يدعوا انه هن رح يشكلوا مجلس عسكري. ما في فصائل على الارض ولا في مجلس عسكري ولا في شيء. في ناس افراد مسلحين الى حد ما، وفي جبهه النصره هي مسيطره على كل المناطق، وهي التي تفرض بالحديد والنار على الشعب هونيك الخضوع. واللي ما بيعمل واللي ما بيطيعها بيعتقلوه بيعدموه. لهالسبب المنطقة اليوم المحتلة من قبل تركيا، هي المنطقة تخضع لحكم إرهابي من خلال هيئة تحرير الشام بإدارة الإخوان المسلمين. هدول مش ممكن أبدا يلتقوا لا مع قسد ولا ممكن يكونوا حل. الحل الحقيقي إنه ينفرد مجلس حكم انتقالي في دمشق.
في وما دمشق سوى يعني مثلا. التعامل التركي في الشمال السوري وتحديدا في عفرين، عم نشوف الا ما هي الا ترجمه واضحه لهالسياسات الاخوانيه. استاذ كمال، هناك محاولات ايضا من جانب موسكو لجعل مخرجات اسيتانا بديلا عن جنيف، وهناك بوادر تحالف تركي روسي ايراني مشترك للوقوف في وجه المشروع الامريكي، اللي انت هلا تقريبا عم تطرح هيك مشروع يعني او بعض جوانب هذا المشروع. المشروع الامريكي الذي بدا تظهر ملامحه، يعني المشروع الامريكي كمان رويدا عم نفهم انه في بعض ملامح هذا المشروع تظهر على الارض، وخاصة بعد أن أزالت أمريكا الحدود بين كردستان العراق وكردستان سوريا على الحدود والبادية السورية أيضا. يعني هلا ما في حدود بين سوريا والعراق، وكأن الأمريكان وحدوا هالأرضين، يعني أرض العراق وأرض سوريا. وأنتم من خلال متابعاتكم وكتاباتكم ومقابلاتكم أيضا قلتم بأن التقسيم سايكس بيكو قد خلق أزمات إنسانية وبشرية لهذه الشعوب في المنطقة، والحل قد يكمن في اتحاد جديد بين لبنان والأردن وسوريا والعراق. كيف تستطيع أو كيف نفهم منك قراءة هذا المشهد الكبير اللي راح يعني سوريا راح تكون عن جد ساحة صراع إقليمي آخر؟ يعني شوف، أنا من بداية الأزمة رحت على موسكو وسألتهم لماذا أنتم عم تدعموا الأسد وتحموه بمجلس الأمن؟ ما عندهم هن مصالح بسوريا، هن بدهم يجبروا، هو قال لي بشكل واضح وصريح، قال لي الامريكان اخذوا منا ليبيا، اخذوا منا مصر، اخذوا منا العراق، ما رح نخليهم ياخذوا سوريا. فهذا هو قراره، هو بده يحط ايده على سوريا من اجل ان يفاوضوه على اوكرانيا. فالروسي ما له مصالح، الامريكي لعب وياها انه خذها تصطفل، انا ما رح فاوضك. فاصبحت سوريا بالنسبه له رمال متحركه، والى الان هو بيدعم الاسد وبيدعم ايران وبيدعم تركيا والى اخره من اجل ان يجبر الامريكي على التفاوض. هي صارت ورقه بايده للتفاوض، الورقه بدات تحرق له ايده. ليش؟ لانه صار الوضع هلا كارثي بالنسبه له على الارض، وبالتالي هو مو مستفيد ابدا من سوريا، حتى ما طلع عندنا نفط بالساحل، يعني طلع غميق كثير وغير اقتصادي. لهالسبب هو طلع بخفي حنين، بده ينجبر بقى يقبل انه يطلع بكرامته احسن ما يطلع مثل ما طلعت امريكا من العراق. لهالسبب هو ميال لانه يفوت بصفقه ويفوت بشكل ما. في النهايه من سيقرر القرار بالشرق الاوسط ليس روسيا وليس امريكا، هو اسرائيل. اسرائيل تستطيع ان تضغط على امريكا وروسيا بوسائلها لتفرض رايها عليهم، وبالتالي وقت اللي بيكون في اوكي اسرائيليه وهي متوفره حاليا، سيكون هناك فرصه لكي يتفق الامريكي والروسي على برنامج ما. وانتبه انه قانون سيزر دل قاعد بالدروج لحتى الاسرائيليين دفشوه، والتفتيش الكيماوي دل قاعد بالدروج لحتى الاسرائيليين دفشوه. اذا هن عندهم رؤيه مختلفه، ستجبر الدول الكبرى على الرضوخ إلها ولحيلاقوا لها مصالحها. يعني في النهاية شو مصالحهم؟ يعني شو مصلحته؟ بده قاعدة عسكرية، يتفضل ياخذ قاعدة عسكرية. شو بده؟ عقود نفط، تعطيني حق النفط وياخذه. ما في مشكلة بيني وبين الروسي، وأن ما فشلوا في إنه يعطونا شو هي مصالحهم. الأمريكي مصلحته ينسحب، ما له مصلحة بكل المنطقة. وبالتالي الأطراف الأساسية يعني اللي بدها هي تحل، بعتقد انه ما رح توقف بوجه الحل. لكن مطلب روسيا انها تفاوض على اوكرانيا مقابل سوريا، هذا المطلب الامريكي لن يستجيب له. اوكي. اذا هن ميالين اليوم ليمشوا مشروع ما. وبنحكي على موضوع الاتحادات، لا يمكن، مصالح الاقتصاديه متشابكه، الدول اوكي. الصغيره اليوم ما لها مكان، الدول طيب، عم نعم. لنشارك الضلع الآخر، وهو يعني القضية الكردية في سوريا قضية محورية إقليمية وداخلية وطنية. سوريا أيضا هناك من كتب لنا اليوم أستاذ كمال يقول: ليس من السهل فهم ما يجري في سوريا. أزعم بأن لا أحد حتى الدول الكبرى قادرة على فهم ما يجري من تفاعلات ومن إرهاصات وتناقضات بنيوية في سوريا المنكوبة، التي قالها شكري القوتلي يوما عنها وعن شعبها بأن 10% من السوريين يظنون أنفسهم آلهة، والباقي يعتقدون
أنفسهم أنبياء ورسل منزلون من السماء، وهذه الحالة تنطبق على كل من عمل في حقل السياسة في سوريا. لنشرك أو لنتعامل أو لنضيف هذا الضلع اللي كتبناه، ندخل في الملف الكردي. كثيرا ما نسمع من شركائنا في الوطن بأن الكرد هم أخوة لنا وهم شركاء لنا في الوطن والمصير. ما هو تعريفكم لمفهوم الشراكة، وخاصة للكرد تجارب مريرة في مفاهيم الشراكات والتشاركات في العراق المثال الأبرز، يعني شفناه أيضا، ونحن في المعارضات السورية أيضا لنا يعني تجارب مريرة جدا مع المعارضات. فلسان حال الكرد، لسان حال الشارع الكردي يقول بأن أخوتنا العرب وشركائنا في الوطن يريدون منا التبعية السياسية فقط لا غير، وها هو الائتلاف اللا وطني واللا سوري يمارس نفس هذه السياسات بحق المكون الكردي داخل الائتلاف ومؤسساته. تفضل رؤيتك لحل القضية الكردية كقضية شعب، كقضية أرض، كقضية وطن. يعني سوريا تعتبر أيضا وطن للكرد أيضا. فرؤيتك الواضحة والصريحة عن جد الشارع الكردي يقف بانتظار أنه يتعرف على رؤيتك الصريحة السياسية منها على وجه الخصوص. تفضل. قضية حق تقرير مصير الشعب الكردي الذي ظلمه سايكس بيكو وما أعطى دولة لا يمكن أن تتحقق إلا بإلغاء سايكس بيكو. يعني بدنا نحكي على نموذج اتحادي يشبه الاتحاد الأوروبي يضم تركيا وسوريا والعراق وإيران. إذا ما صار هذا النموذج لا يمكن نحن نمشي، يعني تقسيم سوريا وتقسيم تركيا وتقسيم العراق وتقسيم إيران سيكون ثمنه العسكري والإنساني ضخم جدا. بس ما حدا عم يطالب بالتقسيم استاذ كمال، لنكن واضحين. يعني ما في طرف كردي او حزب كردستاني عم يطالب باي تقسيم او اي محافظه لا. تفضل. هلا لا اقول لك شغلي، انا مؤمن دائما، كنت مؤمن دائما انه الحق يجب ان يمارس، والحق لا يطلب من الاخر. انا ما بطلب حقي من الاخر، حقي بمارسه. وانا لو كنت كردي لا اقبل الا بان تقرير بحق تقرير المصير، وبالتالي انا بقيس على نفسي. وانتم لكم حق تقرير المصير كشعب كردي موجود ب4 دول، وبالتالي هذا الحق حتى يتحقق بطرق سلميه وبدوافع الاخوه. بالطريق اللي عم نمشي فيه هلا مو صح. الطريق الصح مو فيدراليه داخل الدوله، الفيدراليه بين الدول. يعني نفتح الحدود، نفتح العلاقات التجاريه مثل ما عملوا سوق مشتركه الى اخره. هذا الطريق الصحيح لتحقيق القضيه الكرديه التي ستكون رافعه للمنطقه، وليست مسببا لحروب على مثلا مثل ما صار بالعراق على مثلا كركوك او كذا والى اخره. ما بدنا نحن نشوف هيك. نحن بدنا نحط آلية سوا لكي يتحقق القضية الكردية وتتحقق من خلال نهضة المنطقة كلها. فبدنا أول شيء نفرض السلم والديمقراطية في هذه الدول، إن كان تركيا ولا إن كان سوريا ولا إن كان العراق ولا إن كان إيران. ومن ثم هذه الديمقراطيات ستنتج وحدة، ستنتج نوع من أنواع الوحدة يتحقق فيها. ساعتها بيقوم فيدرالية كردية عربية تركية إيرانية. هذه الفيدرالية ستكون هي شرق أوسط جديد مختلف مثل الاتحاد الأوروبي، وستكون هي بؤرة اقتصادية كبيرة. نعم استاذ كمال، مو خلال يعني هالجمل اللطيفه، ويعني عم بتدغدغ مشاعرنا وكاننا نحن عم نعيش ايام الاتحاد السوفيتي والى اخره. يعني جلب الديمقراطيات الى هذه الدول، يعني ما انت ما عم تدرس البنيه الاقتصاديه والمجتمعيه والثقافيه والدينيه لهالمجتمعات الكبيره المختلفه عن بعضها والمتناقضه عن بعضها، واللي لحد هلا يعني اللي بتحكمها احزاب قوميه شوفينيه فاشيه، سواء في ايران او في تركيا. يعني هلا لا تاخذني، تركيا تحتل اراضي كل القوميات الاخرى. تركيا قضت على الارمن، وقضت على اليونان، وقضت على العرب، وقضت على اليوم راح تقضي على الكرد ايضا. يعني كيف راح نطرح هيك مشروع كونفدرالي شرق اوسطي حتى انه يحصل الكردي على حقه؟ الكردي اليوم يهان، يهاجر، يقتلع من ارضه، بيعطوا ارضه للاخر من قوميه اخرى، للشيشان وللتركمان وللعرب
الغوطة وإلى آخره، يعني يقتلع مثل الفلسطيني. ما بتحسن تقنعني بأنه أو تجيب واحد فلسطيني تقول له راح تصير ديمقراطية في الشرق الأوسط وراح نرجع لك حقك بفلسطين وإلى آخره. يعني عن جد شوي فيها نوع من الطوبوية السياسية. تفضل. أنا بشوف بالقرن ال21 الأمور تسير بسرعة هائلة، العالم يتجه نحو العولمة، المصالح الاقتصادية، الشعوب صارت الديمقراطية يعني بلا ديمقراطية يعني حرب أهلية، ما في مجال، ما في حل ثالث، يا ديمقراطية يا أما فوضى وحرب أهلية. لهالسبب أنا متفائل بهذه الشعوب، متفائل بالشعب الإيراني، متفائل بالشعب التركي، متفائل بالشعب العربي، متفائل فيهم كلهم إنه هن سيستمروا في كفاحهم. واللي عم تحكي عليه أنت تعال حتى نوحد كفاحاتنا مع بعضنا، إذا وحدنا نحن نهزم هذه الأنظمة بسهولة جدا. أما أنا طيب إذا بدي دور هلا اليوم أنا خلي العربي يعلق مع الكردي بسوريا والكردي يعلق مع التركي، فمشكلة هون. ما كان نعم. قصدي هيك استاذ كمال، ابدا ما كان قصدي هيك. يعني انا منهجي تفكيري علمي واضح جدا. يعني طيب هناك الكثير من الاطراف والتيارات والاحزاب السياسيه تقول، يعني مثل ما انت عم تقول حضرتك ايضا كمان، بان فور قدوم ووجود الديمقراطيه في هذه البلدان وفي سوريا ايضا فستكون القضايا القوميه محلوله بشكلها المجتمعي والسياسي. علما كلنا نعلم بأن المشاكل القومية بين الإيرلنديين والإنجليز وبين الفلمان والفرنسيين في بلجيكا وبين الباسك والإسبان في إسبانيا، وهناك العشرات والعشرات من الأمثلة. فقضايا الشعوب والقوميات لا تحل بالشعارات الرومانسية والراقية. فديمقراطية إنجلترا هي من أقدم وأعرق وأم الديمقراطيات في العالم، ما استطاعت لحد هلا أنه تجد حلول مناسبة للصراعات القومية بين الأمم والأقوام. تفضل. نحن تاريخنا معاكس تماما، نحن وقت كان صلاح الدين قائد الأمة كلياتها ما كان في مشكلة. نحن عندنا تاريخ مشترك بالعيش المشترك ضمن سلطة واحدة، وتعاوننا مع العثماني وتعاوننا مع السلجوقي وتعاوننا مع، يعني ما كان في مشكلة. وبالتالي نحن هي مشكلة حديثة وطارئة ليست أساسية في تاريخنا، في ثقافتنا، في طبيعة المنطقة. طبيعة المنطقة هي التنوع. هي منطقة كانت معبر بين ثلاث قارات، ما في غازي في العالم ما مرق فيها، ونحن تعرضنا لكل هذا. طبيعتنا وثقافتنا هي ثقافة العيش المشترك، ما هي ثقافة انه الانغلاق. هلا انت اليوم بتحكي عربي، بتحكي كردي، بتحكي تركي، بتحكي يعني نحن عايشين مع بعضنا. مو صحيح. يعني انا بشوف انه نحن اذا رجعنا للتاريخ شوي طيب سنكتشف. اذكرك بشيء ثاني استاذ كمال. انا كنت صغير ورحت على المدرسه، وامي وابوي اخذوا من ايدي واخذوني على المدرسه. فاستاذنا كان عربي وفي قريه كل الاطفال كراد، واستاذ عم يحكي معي بالكردي فبالعربي ما فهمت منه شيء. جيت على البيت بكيت. فقلت له ما راح اروح، ليش استاذنا ما بيعرف اللغه الكرديه؟ فشوف يعني انا قلت له ليش استاذنا ما بيعرف اللغه الكرديه؟ معناتها ما انا اللي اردت انه ان اقرا اللغه العربيه، الجغرافيا السياسيه هي اللي فرضت عليها اللغه العربيه انه ادرسها. انا ماني ضد تعلم اللغه العربيه، انا اتقن وافتخر بلغتي العربيه مثل ما انا افتخر بلغتي الكرديه ايضا. بس ولكن يعني الصراع الاقوام والسياسيين والمشاريع العنصريه اللي خلت هلا انا قريتي كانت هناك حوالي 150 بيت، هلا صايرين من 150 بيت ما في غير 5 بيوت كراد، والبقيه الباقيه 90 95% منهم عرب. تصور يعني هل الواقع اللي فرضوه على الارض بعد 50 سنه او بعد 20 سنه رح يتحول الى واقع رئيسي، ورح يجينا السياسي اخر من دمشق او من اللاذقيه يقول انه عفرين كانت عربيه وستبقى عربيه وستبقى جزء من الامه العربيه. يعني التغيير الديموغرافي القاتل واختلاء هذه الشعوب من أرض الأصلية وتاريخها هي اللي بتؤدي إلى نتاج أفكار مغالطة وأفكار راديكالية. ومن حق الحركات هذاك الوقت أنه تعبر عن شعورها أو بأساليبها الخاصة. تفضل. يعني نحن اجوا لعنا اليهود جديد تعرف يعني، واخذوا وهجروا الشعب الفلسطيني. وانا من الناس اللي على قناعه انه السلام مع اسرائيل افضل لنا بكثير من الحرب معها. فما بالك باخي العايش انا وياه قرون وقرون وقرون. بعتقد انه نحن اذا فكرنا بمصالحنا وفكرنا بنهضه المنطقه سنكتشف ان التعايش السلمي والتشارك هو اهم بكثير من الصراعات التي لا تنتج ولا تثمر.
وبالتالي شوي شوي بدكم طولوا بالكم، ما فينا نحن نغير الثقافة بساعتين، لكن بدنا نحن نحط استراتيجية بعيدة المدى لنشتغل عليها ونبني ونربط مصائب ونفرجي الناس فوائد السلام وفوائد العيش المشترك. بعتقد ساعتها الشعب بيقتنع. اما انا ما بقول لك الا تتخلى عن حقك ابدا، انا بقول لك تتمسك بحقك، لكن ما تحط الادوات الغلط لتحقيقه. يعني انا بقول اليوم استيعاب اليهود في المنطقه ودمجهم في المنطقه سيكون رافعه، والحرب عليهم سيكون دمار. ايديولوجيا المقاومه ستدمر المنطقه، طيب ايديولوجيا السلام كمان ستبني استاذ المنطقه. كمال، يعني من الزاويه السياسيه، يعني الاكراد اليوم جزء اساسي ومكون اصيل، يعني حتى الدكتاتور السوري يعني اقر، كان اكثر تقدميه احيانا من بعض اطراف المعارضه السوريه، يعني قال انه الاكراد جزء اصيل من التاريخ المنطقه وتاريخ الشعب السوري. لنعتمد على هذه النقطه. الكيانات الكرديه والحركه الكرديه في سوريا عم بتطالب بالاعتراف الدستوري لهذا الشعب في الدستور السوري. يعني ما تبعات هذا الاعتراف؟ ما نمط هذا الاعتراف؟ برأيك شو تعريفك لهذا الاعتراف الدستوري بحق الشعب الكردي في سوريا؟ أنا بقول يجب على الدستور أن يقر دستوريا يعني بوجود قومية كردية في سوريا لها كامل الحقوق الثقافية في يعني كمكون ثاني في سوريا. هذا لابد منه، هذا حق طبيعي أقل ما يقال. وانه اذا كان الكرد ميالين لحكم لا مركزي واسع، لا مركزي واسع بيستفيدوا هن بياخذوا شويه خصوصيه، ممكن هذا الكلام يعني لا مركزي واسع. الفيدراليه مفهوم مختلف عليه. لهالسبب ما فيني اليوم اطرح مساله دستوريه قبل ان يكون الشعب موجود. اليوم الشعب عم يدبح بعضه، وانا اذا اعطيتك وحكيت ما بحسن افرض على ناسي، وبالتالي انا مو موجود. انا مو موجود، واصلا الكرد كمان مو موجودين لانه لسه ما وحدوا رؤيتهم، صح وبالتالي أستاذ لا انا كمال. موجود ولا هناك من يقول أنه السمك ما بينشرى بالبحر، يعني طرح المشاريع بدون يعني قواعد، بدون وضع أسس متينة لهالعيش المشترك، يعني كمان بتؤدي إلى نتائج وإلى كوارث. يعني ما عم نشوف اليوم بالعراق وبكردستان العراق من مشاكل حول الدستور وحول المفاهيم وحول التعريفات، ما هي إلا يعني عن جد هي عبارة عن ترجمة عنصرية لتلك المخيلات والسياسات السابقة. المعارضة العراقية اقرت بحقوق الشعب الكردي في حتى بالاستقلال، وعم نشوف اليوم الصراعات اللي عم بتصير على كل شيء، بدءا من القرش والريال وادياء بالقرارات السياسيه. يعني اذا كان الشعب السوري اليوم مفكك ما هو ممثل سياسيا، كيف ستحصل منه على اعتراف دستوري اذا هو مو قادر يرجع على بلده؟ مشكله انه الطرف اللي بدك تفاوضه وبدك تثبت حقوقك الدستوريه معه مش موجود، مهشم، مهجر، عم يدبح حلو. بعضه. فنحن قبل وجود الشعب السوري ما فيني قرر انا واحد، انا عايش بالسويد. يعني اليوم اذا قلت لك تعال بيعك القاهره، رحت على اسرائيل زماني قال مشان الجولان، قلت لهم والله اذا بدكم تبيعوا وتشتروا انا ببيعكم القاهره تشتروا. انا لا املك يا اخي، انا لا املك اني اقرر دستور سوريا، وبالتالي وقت تفاوضني اللي لا انا لا ما معك. حتى ما ينفهم انه التهرب من السؤال استاذ كمال. يعني اعطيك مثال او اجيب لك مثال. يعني في سوريا في جبل اسمه جبل الدروز، وجبل اسمه جبل العرب في جنوب، وفي جبل العلويين، وفي جبل بشمال حلب اسمه جبل الكرد او اسمه كردة. بجوز انت شفت بكتب التاريخ القديمه يعني حقائق جغرافيه وتاريخيه لسوريا. ونحن كاكراد نحن ما بدنا اكثر من حقنا يا اخي. انا بدي حقي مثل حق العربي اللي عم يعيش معه. انا بدي اكون يعني بحق لي اصير رئيس، بحق لي اصير وزير دفاع، بحق لي اصير وزير للخارجيه، بحق لي يعني مثل ما للعربي حقوق انا لي حقوق. يعني ولا احد يستطيع تغيير هذه الحقائق على الارض. ونرى على الطرف الآخر في وقت تتقاتل الأطراف المعارضة وبالاتفاق مع النظام السوري على عدم التنازل على عنصرية ترويسة الجمهورية العربية السورية. شو أنت كيف تقرأ هاللوحة أستاذ كمال؟ انا انا بقول انه الدوله السوريه يجب ان تكون دوله عقد مدني، والمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، لا تمييز بين طائفه وطائفه او بين قوميه وقوميه. لك نفس الحق، منصب رئيس الجمهوريه متاح للجميع واي منصب ثاني. هذا الموضوع سوريا يجب ان تقوم على العقد المدني وليست على الهويه ولا على الدين.
أنا هذا مبدئي، أنا تجاه الدولة السورية، باعتقد جزء كبير من الحقوق الكرد في المساواة سيكون متوفرة، لكن نحن خلافنا مو على هيدي متفقين عليها وخالصة يعني. خلافنا انه هل توجد لغتين رسميتين ولا توجد لغة ولغة ثانية. اذا طلب ترجمة له حق الترجمة، مثل ما نحن هلا بالسويد مثلا لنا حق الترجمة، لكن لما مو كل الوثائق بتنكتب بالعربي مثلا. شايف كيف؟ اما مثلا ممكن يصير هيك حل، انه انت بمناطقك، انت بدوائرك بمدارسك تستخدم اللغة الكردية، يعني وقت قدامنا تروح على مناطق ثانيه تطلب ترجمه، في ترجمه مثلا. في هي قدامنا خلاف. يعني تجربه كبيره استاذ كمال. سويسرا يعني الطليان والفرنسيين والالمان عم يعيشوا يعني جنبا الى جنب. مطلوب من الساسه انه في مدارسهم في بدايه المدارس. هلا نحن مثلا بمدارسنا الابتدائيه والاعداديه كنا ندرس اللغه الانجليزيه او الفرنسيه والى اخره، وتعلمنا الانجليزي مثل عاده. فاين العيب وما المعيب انه ان يقرا اهل درعا او استاذ في درعا او مدير مدرسه او سياسي او صحفي اللغه الكرديه الى كدروس متقطعه الى جانب اللغه العربيه الاصليه، وفي مناطقنا ايضا كلغه رسميه لغه عربيه. يعني ما هي انا ما مش عندي مشكله، انا ما عندي مشكله، هيدي مساله بيقرروها هن بس، لكن انا اللي بشوف انه المقارنه بسويسرا مو صح، لانه سويسرا 4 دول مختلفه تماما ومستقلين جغرافيا. يعني القسم الايطالي علاقته مع ايطاليا اكثر بكثير من علاقته مع سويسرا. القسم الالماني علاقته بالمانيا اكثر بكثير. القسم الفرنسي لا 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 علاقته ابدا بفرنسا استاذ. اكثر لا بكثير. يعني بالتالي هن انا عم بزور سويسرا وعم بشوف التفاعل البرلماني والتفاعل السياسي والتفاعل المجتمعي بين الثقافات المختلفه. نحن اليوم الكرد موجودين بدمشق وموجودين بحما وموجودين بحلب وموجودين، يعني ما في فاصل، ما في انفصال بشري، يعني ما في انفصال. بدنا نلاقي صيغة، اكيد بدنا نلاقي صيغة مشتركة، لكن انا ما فيني اتصور بالضبط شو تكون يعني حلو. الشكل. لكن طيب الاعتراف بالهوية القومية والاعتراف باللغة الكردية هذا يجب ان يكون موجود يعني. حلو. كتب أحد الأصدقاء لنا أستاذ كمال يقول حول تعريفكم بالقضية الكردية كقضية أرض وشعب وتاريخ، والخلاف الخلاف الذي يدور في أروقة البرامج السياسية الكردية والعربية. فهل الخلاف العربي الكردي الموجود اليوم، إذا ما جاز لنا أن نسميه بهذا الاسم، هو خلاف حول المفاهيم والمبادئ السياسية والقانونية والدستورية وتفسير النصوص والمواد والمصطلحات القادمة، أم أنه خلاف جوهري وبنيوي يكمن في عدم الاعتراف بالهوية القومية للآخر المختلف بنتيجة موروث تراكمي تعشعش في قاع الثقافة القوموية المسيطرة والتي تمتد لعقود سلطة الدولة القومية في سوريا والعراق، وسوريا والعراق أكبر مثالان. تفضل. يعني لولا عبد الناصر ما كان في عندنا هالفكر القومي. يعني وقت اللي كان ايام الانفصال وكذا، كان يجي كردي يستلم رئيس جمهورية ما حدا يقول لا يعني. شايف كيف؟ فما هو صحيح، يعني هي نشأت حديثا ومحدثة. فهيدي المسألة نشأت جديد، يعني من 63 من 58 وجاء، ما كانت موجودة سابقا بشكل هذا. فهي ونحن دفعنا ثمن هائل نتيجة هذا العقل الشوفيني، وذبحت حماه وذبحت الدارية وذبحت سوريا كلها على يده. مو بس انتم، يعني كنتوا، مو نحن اللي اضطهدنا، اللي اضطهدكم هو نفسه اللي اضطهدنا، وبالتالي هذا الفكر كان كارثي علينا، ونحن دفعنا ثمن مثلكم. بجوز انتم دفعتوا بشكل ثاني بطريقة أخرى، لكن نحن دفعنا أيضا مليون شهيد، يعني تهجير 15 مليون بني آدم. فهذا المشكله كارثه بدنا نخلص منها. نتفق اولا بدنا نخلص من هي، بس نخلص من هي ما يعني سنجد طرق للعيش. ما يجمعنا اكثر كثيرا مما يفرقنا. طيب نعم. حول تصحيح بعض المسارات السياسية والتاريخية، قامت الدولة القومية والبعثية بإصدار الكثير من القرارات والقوانين العنصرية الخاصة بالكرد في سوريا، مثل الحزام العربي في بداية ستينات القرن الماضي. وتحولت المنطقة الكردية من أغلبية كردية
إلى تغيير للديموغرافيا كاملة على الأرض. وهذا يعني أن شكل علاقة الدولة بالكرد آنذاك وإلى اليوم كان خارج كل السياقات القانونية والدستورية، وخاصة الإحصاء والمرسوم 49 اللي طلع قبل الثورة، وقوانين التمليك الخاصة بالمحافظات والمناطق الحدودية الشمالية التي كانت تستوجب الموافقات الأمنية للعنصر الكردي فقط وحصرا. فإذا ضاعت هوية الشخص الكردي مثلا يستوجب عليه مراجعة كافة الفروع الأمنية والسياسية في دمشق. فالكردي كان يعيش بين الموت والحياة في ظل كل هذا الرعب يعني، وفي ظل أزمة المثقف والسلطة، والتي لم نسمع ولا من أي طرف حزبي سياسي أو ثقافي دراستك رؤيتك لهالموضوع لتصحيح بعض المسارات التاريخية على الأرض. تفضل. نحن كنا يعني أنا واحد لا ضيعت هويتي ولا شيء، حبسوني 10 سنين. فهيدي دولة مفترية، يعني نظام مفتري افترى على الجميع. مو أنا ما كنت ممثل بالسلطة، ولا بعتقد كان هذا النظام عربي بمعنى عربي. هذا نظام عصابة فاسدة جابوها حطوا لنا إياها. في كل الأحوال الحقوق يجب أن تعود لأصحابها. يعني ما بصير حدا ينحرم من الجنسية، ما بصير حدا يتهجر من مكانه. أهل عفرين بدهم يرجعوا على بيوتهم. وبالتالي في كثير إصلاحات بدها تصير، ومن ضمنها الإصلاحات التي يعني الأشياء القرارات اللي طلعت بحق الكرد. هذا كله يجب أن يلغى ويعود الأمور إلى طبيعتها. لكن في عندنا مصايب اليوم، في مصايب بكل سوريا، مو بس بمنطقة الكرد. لو كان بس بهاي كنا حكينا، بس عندنا مصايب بالجملة. فسوريا بدها إعادة بناء. يعني أنتم أمام خيارين: يا بتساعدونا لنعيد بناء سوريا، يا بتقولوا نحن لحال وأنتم لحال. فأنتم أحرار، أنتم إذا بدكم تعيشوا مثلا بدون دمشق وبدون حلب. حلو استاذ كمال، انا معك وانا مع مشروعك وبالكامل بعشرة اصابع يعني، بس ولكن انه اليوم ارضي، كياني، منطقتي، ضيعتي تتعرض الى تغيير ديموغرافي هائل وكبير من قبل الاخوان ومن قبل الاتراك على وجه التحديد. يعني تركيا في مثل بلغاري بيقول لك اذا انت مشيت بمنطقه ولقيت المنطقه وعره وما فيها لا شجر ولا مي ولا انسان ولا بشر، فاعلم بان الجيش التركي قد مر من هنا. يعني تفضل تعليقك. يعني المشكلة اللي عملوها الأكراد بشمال سوريا كارثة يعني. كارثة حقيقية. يعني هن عكس كل ما كانوا يقولون نحن بنقسم الخبز وكذا، قسمت لي البلد تبعي يعني. وهن غلطوا كثير يعني، وقت فكروا انه يعني يستخدموا التطرف الاسلامي لاضعاف الكرد. فهن اللي سمحوا للامريكان يحطوا ايدهم بايد اللي كانوا مسمينهم ارهاب، يحطوا بايدهم فعطى شرعيه لحزب البي كي كي بطريقته، بغبائه، بالتصرف الغبي اللي عمله. فصار هلا حزب البي كي كي صار محارب للارهاب بعد ما كان مصنف ارهاب. وبالتالي هو الغلط منه. يعني ليش ما انت تقاوم داعش؟ ليش تسمح لداعش تفوت على مناطق جنبك؟ لو فتوا حماة الكرد بجيشك شو كانوا قالوا لك؟ كانوا قالوا لك اهلا 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 وسهلا. السياسات العنصريه هي التي تتسبب في تأجيج وقت اللي انت تساهم بتهجير اهل داريا وتجبرهم انكم تقعدوا بعفرين، او اهل دوما تجبرهم ما في غير عفرين، روحوا احتلوا بيوت اخوتكم الكرد. شو بيعملوا؟ واحد بالخيمه. فهو عم يرتكب اشياء، عم يدفعنا، عم يحدث جروح داخل الجسد الاجتماعي السوري. وبالتالي يعني ما تفعله تركيا مدمر يعني، وهذا مدان ويجب العوده عنه. وان شاء الله قريبا يعني بدنا نضغط عليهم. نعم. طيب لو أخذنا الحالة الجمعية الكلية التي يعني بتشمل الكردي والعربي كحالة سوريا اليوم، والتي تتفكك جغرافيتها كل يوم ويوما بعد يوم، ولا تستطيع أي قوة على الأرض من لملمتها ثانيا وإدخالها تحت حكم مركزي واحد مهما كانت الأهداف منمقة وجميلة وفضفاضة. وهناك مشاريع سياسية على الأرض بدأت تعبر عن حالاتها الوجودية والواقعية، وبدأ المجتمع الدولي على سبيل المثال التعامل العسكري والسياسي معها، مثل الإدارة الذاتية في الشمال وشمال شرق سوريا، ولها مؤسساتها وإداراتها المختلفة والخاصة بها. أنتم ومن تعملون في الحقل السياسي السوري تطرحون مشاريع سياسية لسوريا المستقبل، كيف تقيمون
كيف تقيم وكيف ترون مستقبل هذه التجربة السياسية والتي تقول بأنها تجربة سياسية سورية على بقعة كبيرة من الأراضي السورية وممثلة للكثير من الشعوب والطوائف والمجتمعات السورية كالكرد والسوريان والآشوريين والعرب والتركمان وإلى آخره؟ نحن نتمنى أن تكون يعني جزء لا يتجزأ من المشروع اللي نحن بدنا نعيد بناء سوريا، وهي عم تحكي على سوريا ديمقراطية ونحن عم نحكي على سوريا ديمقراطية. فإذا في كتير نقاط مشتركة يجب أن نتعاون عليها ولنساعد بعضنا. نحن بحالة يعني يرثى لها. لهالسبب نحن بحاجة لكل جهد إيجابي ونشجعهم ليكونوا إيجابيين وشركاء في إعادة بناء سوريا اللي بدنا إياها كلياتنا. يعني نأجل الخلافات شوي هلا ونركز على الأهداف المشتركة. احكي لك شغلة صغيرة، يعني زماني كنت حزين هيك وزعلان، فشافني واحد ختيار يهودي إسرائيلي يعني، قال لي شو بك زعلان؟ قلت له ليك شو عم يصير بشعبنا، عم يموت عم يندبح عم كذا. قال إيه لا تيأس لا تيأس، نحن كنا مشردين بكل العالم، ما عندنا أرض والعالم يضطهدنا، وشوف شو عملنا دولة، انتم عندكم أرض وعندكم شعب عم يقاتل وعندك وضعكم أحسن منا بكثير. لا تيأس، شعبك بيستاهل إنك تشتغل منشانه. فالقضية هون نحن لسه عندنا أرض ولسه عندنا شعب ولسه عندنا ناس حاملة سلاح ولسه عندنا عقول مثلك ومثل هالناس، نستطيع أن نعيد بناء وطننا، وطن يستوعب الجميع على تنوعه. نستطيع. أنا ماني عم بحلم، أنا شايف إنه يجب أن نشد هذا الشعب لأن ينهض ليبني حضارة ليتجاوز 7 قرون من التخلف و50 سنة من الوحشية. فينا نعمل شيء على قدر الألم. ما في شعوب تقدمت بلا حرب. أمريكا، أوروبا كلها حاربت. يعني طبيعي ناس تمر بحروب، الحروب تغزل الشعوب، تغزل الحضارات. فيجب أن يكون هذه المآسي ليست للإحباط بل دافع لإعادة بناء سوريا، كما أعيد بناء ألمانيا، كما أعيد بناء اليابان، كما أعيد بناء أوروبا. فنحن يجب أن نفكر نحول هذا الجرح إلى دافع للبناء. نعم. طيب استاذ كمال، عم شوي عم نقترب من نهايه البرنامج. رؤيتك لمستقبل سوريا ضمن التحركات وضمن الترتيبات الجديده في الشرق الاوسط، وكما تفضلت انه اسرائيل عباره عن لاعب قوي واساسي في هذا الترتيب الجديد في منطقه الشرق الاوسط. يعني رؤيتك لمستقبل سوريا والخارطه السياسيه في الشرق الاوسط، هل ستبقى هذه الدول المتصارعة والمتناقضة في الحدود وفي الشعوب وفي الثقافات في حالة سلمية دائمة؟ مثل ما تفضلت أنه عن جد سايكس بيكو كانت غير قادرة على استتباب الأمن وجلب الأمن والسلام بين الشعوب. دور إسرائيل في رسم خارطة المنطقة وفي رسم الخارطة المستقبلية لسوريا، والدور الأمريكي الداعم للموقف الإسرائيلي. تفضل. هو الإسرائيلي ما بده دولة فلسطين، بس هو المشكلة المشروع الوحيد اللي بيعمل سلام في المنطقة هو أن يكون نظام اتحادي في كل المنطقة. يعني أنا ماني شايف في حدود ساكس بيكو بعد 20 سنة، ماني شايفها أبدا، ولا شايف دولة إسرائيل بعد 30 سنة. ستكون جزء لا يتجزأ من المنطقة المتحدة اقتصاديا وبشريا وجغرافيا، مع تمايزات لونية هون وهون وهون وهون، بدون ما تشكل مشكلة أبدا يعني. وبالتالي أنا ماني شايف أبدا سوريا ستبقى كما هي إلا بالمرحلة الانتقالية. بعد فورا ستفتح الحدود وستكون هناك علاقات جيدة مع بقية الجوار، وبالتالي شوي شوي رح تمحى هذه الحدود. هي طبيعة العولمة، هي طبيعة الحياة، هي طبيعة كل الدول ماشية هيك. وبالتالي أنا بشوف الاستقرار في المنطقة والسلام بين الشعوب يتطلب نظام اتحادي واسع يشمل كل دول المنطقة، وكل ما كان أوسع كل ما كان أقوى. لا مكان في المستقبل إلى الدول الصغيرة والاقتصادات الصغيرة. بدون تجمعات اقتصادية كبيرة ما بنتقدم. السبب مصلحتنا نعيش مع بعضنا، مصلحتنا نبحث عن الصيغ المشتركة، مصلحتنا نمد ايدنا للشعب الإيراني، نمد ايدنا للشعب التركي، نعلمهم، نساعدهم لحتى يفهموا مصالحهم وين. وبالتالي انا ما بشوف ابدا انه في مشكله في المستقبل بعد 20 سنه. من هون ل5 سنين 6 سنين في عندنا مشاكل، بس بعدها متى ما فتح طريق صار الاقتصاد هو المحدد الاساسي في السياسه، رح نلاقي انه ما في مشكله ابدا بالتنوع ولا في مشكله انه هم عم يبيعوا ويشتري. فالاقتصاد هو الذي سيحسم الخلاف القومي.
تصورك لفلسفة الفكر السياسي القادم لمنطقة الشرق الأوسط ككل، يعني هل راح تكون هناك عن جد تيارات إسلامية راديكالية لقيادة المجتمعات، أم قومية، أم وطنية، أم برجوازية ليبرالية، أم ما هنالك من آراء؟ معاكس للتاريخ، الفكر القومي والفكر الديني كله معاكس للتاريخ. اليوم الحياة رايحة على، يعني أنا عم باخذ ثقافتي من النت. اليوم ما عاد فيك تربي ابنك على ثقافتك أنت، صار بياخذها من النت. فالثقافة العولمية ستحكم العالم. لا يمكن أن تكون هذه المنطقة إلا منفتحة اقتصاديا وليبرالية وديمقراطية. وبالتالي كل هذا الفكر المتشدد المتعصب الشوفيني الكذا الديني معاكس لنمط الحياة الحديث الذي لا يقاوم. يعني اليوم المتدين ابنه مو معه، يعني هو ماشي بعكس التاريخ وما ظابطه معه. بالتالي انا ما بشوف ابدا لهم مستقبل. المستقبل للحضاره الحديثه، لنمط الحياه الحديث، للعقل الحديث. وهذا طاغي ومرتبط، يعني قاهر الى درجه الطفل هو اول ما يتعلم يكبس زر عم يفوت بمخه. وبالتالي سيختلف كثير العالم بوجود هيدي الاجهزه الجديده والتواصل الجديد والانفتاح على الثقافات. رح يطلع اجيال مختلفه نحن ما بنتخيلها يعني. كمال البواني، رئيسا لسوريا، إذا أجاك كتاب من مجلس الشعب لنفرض أو من الكونغرس السوري وطلب منك التوقيع على إعدام بشار الأسد، وبشار الأسد في السجن لنفرض فرض، يعني هل ستوقع على عريضة أو على ورقة توقيع إعدام بشار الأسد، أم تفضل. أولا أنا لا يمكن أن أكون رئيس سوريا لأنني لا أصلح. أنا زلمة اختصاصي معارضة ونقد وليس اختصاصي حكم. لو مثلا عندنا تجربة أخرى، المرحوم جلال الطلباني كان من أشد المعارضين للنظام العراقي، وجابوا له ورقة إعدام صدام حسين فرفض يوقع ورقة إعدام صدام حسين. في الشيعة سألوني هذا السؤال بالسجن وقت كنت قال أنت إذا حكمت شو بتعمل ببشار الأسد بالأمن السياسي؟ هذا عم يحققوا معي محكمة أمن الدولي. قلت لهم أنا إذا بكون يعني بتقولوا لي شو بدي أعمل ببشار الأسد، باخده على مستشفى أمراض عقلية وبعمل له معالجة إصلاح عقلي، وبعدين بعمل له متحف صغير تتفرج عليه الشعب السوري، هذا ابن القائد. وأكثر من هيك ما بعمل يعني. فبعرضوا على الشعب السوري إنه هذا ابن القائد اللي عملتوا له، اللي ذبح سوريا، ولكن تفرجوا عليه شوفوا شو نتيجته يعني. بس لكن أبدا ما بعدمه أبدا، بالعكس يعني بعالجه مريض هو مريض. استاذ كمال البواني، كلمتك الاخيره للشارع السوري بشكل عام وللاخوه الكرد اللي اليوم تابعوك عن كسب يعني، واللي لحد هلا عم يتابعوك ايضا، لهالشارع الكردي تعرفنا على رؤيتك، فبنريد منك كلمتك الاخيره في هذه الحلقه ورح نودعك. اللي بيحب اولاده، اللي بيحب انه يعيشوا بسعاده وما يعانوا اللي عانيناه، لازم يمد ايده للاخوه ويتشارك هو وياه، ان كان كردي، ان كان عربي، ان كان علوي، ان كان سني. نحن نستطيع ان نبني سوريا اخرى مختلفه نفتخر فيها ونشعر فيها بالكرامه والحريه، اذا حطينا عقل المحبه وفكرنا باطفالنا الصغار ونسينا هيدي الاحقاد والكذا والاخر، نسوها بتروح معنا. افتحوا صفحه جديده. نعم، شكرا كثير. في الختام بنشكر ضيفنا الأستاذ كمال البواني رئيس مركز دمشق للدراسات والبحوث على إعطائه وتفضله بالإجابة على أسئلتنا الشائكة والملحة، ونتمنى أن نلتقي يعني ونشوف بعضنا بوطن سوري جامع للكرد وللعرب ولكافة شركاء الآخرين. والشكر موصول أيضا لكم أعزائي المشاهدين والمتابعين من فريق العمل وطاقم البرنامج على شاشة روشان تي في. أجل نستودعكم عنادكم معكم وبكم نرتقي، وإلى اللقاء. Gresi Rabbin niska le 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 mairo Gerkhopane ben niska tole jwane mairo
گرسی را بنیسکا لی مایرو گر خوبانه بنیسکا تول جوان مایرو وسوارا ایسکا لی مایرو خاصیه مایرو بابلیسکا تول جوان مایرو گرسی را بسیره لی مایرو گر خوبانه بسیره تول جوان مایرو گرسی را بسیره لی مایرو گر خوبانه بسیره تول جوان مایرو وسوارا هیرا لی مایرو خاصیه مایرو وزیره تول جوان مایرو گرسی را بجیه لی مایرو گر خوبانه بجیه تول جوان مایرو گرسی را بجیه لی مایرو